حبايبي طلاب الصف السادس الثانوي، اهلا وسهلا بيكم. النهارده اول يونت، وزي ما وعدتكم ان احنا هنعمل ريفيجن على كل يونت جرامر، ولو احتجتوا اي حاجه طبعا فوكاب، احتجتوا ديفينيشنز، احتجتوا مثلا اللي هي الترادفات، الحاجات المختلفه، النوتس بتاعت الفوكاب، ما فيش مشكله. اكتب لي في الكومنتس بتاعتك، انا هجمع الكومنتس كلها وفي الاخر هعمل لها فلتريشن، هفلترها كلها واشوف اكتر حاجه مطلوبه واعمل لها فيديو تاني. طبعا لو عجبك اسلوب الشرح واسلوب العرض، احنا طبعا نشرح ونحل ونشرح ونحل، وهنخلي فيه حصه كامله كل يونتين او كل 3 يونتات، كل 2 يونتس او كل 3 يونتس. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نحل على الجزء القديم، يعني ناخد حصه حل في النص ما بين شرح الجرامر. لو احتجت اي حاجه ابعت لي في الكومنتس، لو في نوت مش متوضحه برضو ابعت لي في الكومنتس وانا هشرحها لك تاني. طيب اليونت الاول عندي اسمه Inside the World of Care. طبعا اول يونت من العنوان بتاعه مبين حتى من الشكل ان هو بيتكلم على الدكاتره والطب والمصطلحات الطبيه. في كلام كتير حلو جديد على فكره، خلاص محتاج ان انت تقراه كويس وتحفظه. النهارده هنشتغل من كتاب المعاصر ان شاء الله، تمام؟ بس احنا نبدا بالجرامر نوتس على طول. اوكي، الفوكاب لو انت محتاج شرح الفوكاب ابعت لي بس كومنت كده على اليوتيوب وانا هظبط لك الدنيا. طيب هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. ودايما لما نبتدي نحاول ان احنا يبقى في قلم في ايدينا، يبقى في ورق في ايدينا، يبقى في نوتس تكتبها. خلي بالك ان اول حصه بتبقى اهم حصه في المنهج كله. ليه؟ عشان خاطر انت هتبدا ترتب نفسك وترتب نظامك، والكلام ده بعيده في كل مرحله بنزلها على اليوتيوب. طيب بالنسبه لنا هنبدا اول حاجه البريزنت بيرفكت سيمبل. طيب ايه هو البريزنت بيرفكت سيمبل؟ ببساطه هو تكوينه ان الاي يو وي ذي او اي بلورال ناون، اي اسم جمع هياخد هاف واختصاره ابوستروفي في اي بلس الباست بارتيسيبل. اوكي، ولو عندي مفرد الهي والشي والات واي سنجولار ناون بلس هاز. خلي بالك ابوستروفي اس بعدها التصريف الثالث للفعل، دي اختصار كلمه هاز. ابوستروفي اس بعدها الفيرب اي ان جي، يبقى ده زمن البريزنت كونتينيوس. طيب تعال ناخد مثال على ده. I have watched a film. I have وده التصريف الثالث للفعل كلمة watched. عمر has bought some CDs. طبعا have وhas والتصريف الثالث للفعل اللي هو الباست participle. طيب ايه هو الباسيف او ايه هو تكوين المجهول او المبني المجهول في الزمن ده؟ هنبدا طبعا بالاوبجكت اللي هو المفعول اللي هو حصل فيه الفعل كلمة a film has been watched. انا لو ابتديت بالفيلم وقلت watched يبقى الفيلم هو اللي شاف. لو قلت the film has watched يبقى الفيلم هو اللي شاف، انما قلت a film has been watched by me. طيب some CDs have been bought. السيديز استحاله تعرف تشتري، فاحنا خليناها مبني للمجهول، يعني هي اللي حصل فيها فعل الايه؟ الشراء. يبقى انا عندي التصريف الثالث للفعل ثابت في الحالتين سواء اكتف او باسيف. هنا تصريف ثالث، هنا تصريف ثالث، انا ما عنديش مشكله في ده. طيب لو انا عندي has been plus past participle يبقى ده اسمه ايه؟ باسيف مبني للمجهول. لو انا عندي has والتصريف الثالث للفعل يبقى ده اكتف معلوم، يعني انا اعرف مين اللي عمل الفعل. طيب اول حاجه او اول فكره خلصناها اللي هي في التكوين بتاعنا، نبدا في الاستخدامات بتاعتنا. اولا البريزنت بيرفكت هو زمن هيربط له بين الماضي وبين المضارع. حاجه بدات في الماضي ولسه ما انتهتش، او حاجه بدات في الماضي وانتهت والاثر بتاعها موجود. طيب عندنا استخدامات كتير، تعال ناخد كل استخدام. عندي الفكره الثانيه اللي هنشتغل عليها، اول حاجه I have studied English since 2013. I have studied English since 2013 دي معناها I still study English. I haven't finished yet. لسه ما خلصتش لحد دلوقتي. طيب عشان نعبر عن موقف حدث في الماضي دون ذكر وقت الحدوث، يعني لما اقول لك ايه she has worked in this school for years، اوكي، يبقى ده حدث بدأ في الماضي وما قلتش زمن الحدوث بتاعه امتى. يعني انا ما قلتش مثلا سنه 2010 خلاص، ولا جيت قلت لك مثلا for
10 years. انا ما ذكرتش بدايه الحدث، يبقى انا هقول التجربه بتاعتي او الاكسبيرينس بتاعتي بدون ذكر الحدث. I have never played squash. امتى يا بابا ما لعبتش امتى سكواش؟ ما قاليش، يبقى I have never played squash، ما قاليش المده. طيب التعبير عما انجزه او حققه الفعل، وطبعا دي حاجه اسمها achievements. كل التحقيقات او كل الانجازات اللي انت بتعملها في حياتك لازم لما تيجي تذكرها حتى في الرايتنج بتاعك تذكر present perfect. ليه؟ عشان انت بتتكلم على achievement، والachievement هنستخدم فيه زمن present perfect. My daughter has learned to speak English. ده انجاز طبعا. She can speak English now. اهو يبقى هو اداني الاتشيفمنت، حققت انجاز. خلاص. I have got a medal. طالما قلت I have got a medal يبقى الميدال دي اللي انا خدتها ده انجاز، تحقيق او حققت انجاز معين. طيب خلي بالك، احداث متوقع حدوثها. خلاص. طيب هو ده ايه اللي رابط بين الماضي وبين المضارع؟ ايه اللي رابط بين الباست وبين البريزنت؟ خلاص. هي احداث ما حصلتش في الماضي بس انا متوقع حدوثها كمان فتره قليله. يعني اقول لك The train hasn't arrived at the station yet. لحد دلوقتي. يبقى the train will arrive later. يبقى دي حاجة أو sooner. خلاص. المهم إن دي حاجة أنا متوقع إن هي هتحصل في المستقبل القريب جدا. أوكي؟ طيب لما يكون في أثر عندي I feel very full. I have eaten a lot of food. وطبعا خلي بالك الجملة دي حدثت في الماضي. اوكي؟ يعني تعبير عن احداث او مواقف حصلت فين؟ في الماضي. يعني خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت ولها اثر فين؟ في الحاضر. طب تعالى نشوف مع بعض كده. I have eaten a lot of food. ده حاجه اكيد انا مش هقعد 30 سنه اكل، انا اكلت وخلصت الاكل. خلاص. والاثر I feel very full، يعني انا شبعان دلوقتي. يبقى دي حاجه حصلت وانتهت في الماضي والاثر بتاعها لسه موجود. طيب خلي بالك عندي احداث او مواقف قابله للتكرار، يمكن استخدام تعبيرات زمنيه ممتده زي كلمه ايه؟ this week، this month، this morning. الحاجات دي مواقف ممكن تتكرر. today، tonight، in the last year. شايف الكلمه دي؟ in the last year. خلي بالك ان انت عندك كلمه last year ده ماضي بسيط، يعني كلمه last year بس من غير in كده، ده كده يبقى past simple. طب لو انا حطيت قبلها ان، طالما حطيت ان اتحولت على طول للبريزنت بيرفكت. طيب I have drunk 2 cups of coffee today. خلاص. دي حاجه احتمال تتكرر بكره وبعده وبعده وبعده. خلاص. ممكن تتكرر في نفس اليوم. طبعا عندي الروابط الزمنيه، وركز قوي في موضوع الروابط الزمنيه ده. انا عندي الرابط ايه؟ after، وايه كمان؟ as soon as، وايه كمان؟ until، وعندي كلمة before، وعندي كلمة as soon as، until، before. عندي كلمة by the time، عندي كلمة the moment، عندي كلمة when. كل دي اسمها روابط زمنية. الروابط الزمنية دي كلها خلي بالك انت استخدمتها قبل كده في الماضي التام. خلاص. لما كان في جملتين، واحدة ماضي بسيط واحدة ماضي تام، واحدة كانت حدث أول واحدة كانت حدث تاني. إنما هنا ده كلمة after أو أي رابط من دول يجي بعدها يا present simple يا إما present perfect، بشرط الناحية التانية تكون إيه؟ future. طب لو عكس لي الجملة قال لي I will ask my mom to give me more money، يبقى الإجابة بتاعتي after my father has left. يجي يجيب لك في الامتحان has left ولا had left، تخلي بالك الزمن اللي في الأول إيه؟ لو هو future، ركز معايا عد معايا، لو هو future، لو هو امر، لو مديني امر، يعني يجي يقول لي ايه؟ ask your mom to give you money after your father leaves او has left. يبقى دي امر. او جاب لي should، كلمه should برضو ممكن تعبر عن الفيوتشر. او جاب لي كلمه كان. الحاجات دي كلها تيجي مع الروابط قبل الرابط او في الناحيه الثانيه في الجمله البعيده خالص. طب في الحاله دي هنعمل ايه؟ اللي بعد الرابط مباشره هيكون زمن من الاثنين، يا اما مضارع تام يا اما مضارع بسيط. طب ينفع يجيب لك الاثنين؟ لا. لو جاب لك الاثنين هيبقى في واحد فيهم مختلف ما بين المفرد والجمع. اوكي؟ طيب نيجي بعد كده have و has been
to. have has been to هنا معناها ان هو راح وايه ورجع. يعني هو I have been to the market معناها ان انا رحت الماركت وايه ورجعت من الماركت. I have bought a lot of things. طيب where is your mom? She has gone to the market. She hasn't returned. She hasn't come back yet. خلاص هي لسه لحد دلوقتي ايه ما رجعتش. طيب يبقى has been to راح وايه ورجع. has gone to راح ولسه موجود في المكان. بس اهم حاجه ان هو مش رايح لغرض المعيشه، هو رايح عشان خاطر يعمل حاجه وهيرجع طبعا، بس هو لسه موجود في المكان هناك. طيب احنا كنا بنعلمها ازاي؟ انت عندك دبل اي، اي راحت واي رجعت، يبقى دبل اي في كلمه بين تو هو راح وايه ورجع. جون هتلاقي فيها اي واحده راح ولسه ما رجعش. طيب عندي have وهاز بين ان راح لغرض المعيشه، راح يتحبس هيعيش هناك، راح يعيش في مكان هيقعد هناك، ده رايح لغرض الليفنج، رايح لغرض المعيشه والمكوث هناك لفتره زمنيه. I have been to Paris 3 times. I want to go there again. احمد has gone to the club. You can join him there now. طيب تعالى اقول لك على نوت بقى مش موجوده عندك في كتاب المعاصر. ايه هي النوت دي؟ بص كده معايا، لما يجي يقول لي ايه find the mistake، يعني ايه find the mistake؟ انا هدي لك جمله او سؤال غلط. اوكي find the mistake. where have you gone to؟ او جمله تاني have you ever gone to Paris؟ طيب تعالى كده خد معايا القاعدة دي. have you ever gone to Paris؟ أنا مش هينفع أستخدم الverb go لمكان أنا بسأل فيه بهاز أو have خالص. في أي سؤال لازم أستخدم كلمة been to. طب ليه بقى أنت بتقول القاعدة دي؟ عشان خاطر كلمة been to اللي هو إيه؟ راح ورجع، وهو بيسألك وأنا قدامك أهو. يبقى الطبيعي لما بيكون بيسأل حد قدامه يقول له أنت رحت هناك ورجعت، ما هو بيسألني وأنا قدامه، فمش هينفع أقول له أنت رحت ولسه هناك. خلاص؟ فالسؤال بتاعي have you ever gone to Paris؟ معلش عشان بس عملت ميستيك هنا، نمسح بس دي. يجيب لك في الامتحان where are you gone to، وطبعا طلع لي الميستيك اللي موجود. اوكي طيب دي كل الافكار اللي موجوده عندي بالنسبه للاستخدامات. تعال نحل مع بعض الاسئله اللي هنا. I bought some flour. اوكي not flour. have ولا has ولا have been ولا has been. I وتصريف تالت يبقى انا محتاج كلمه have. some flour بدأت بالمفعول يبقى اقول ايه have been bought ولا has been bought؟ هنستخدم has been bought. لا طب ليه ما قلتش have been bought؟ عشان some flour هنا عباره عن ايه؟ some flour uncountable noun، اسم لا يعد، يعامل معامله المفرد، تبقى some flour has been bought. she not fed the babies. fed هو التصريف الثالث للفعل، she هتاخد has. the babies have been fed عشان هنا دول اللي هيحصل فيهم الإطعام. he physics. he has been studied ولا was studied ولا has studied ولا was studying؟ أنا كده عندي دي صح ودي صح ودي صح. طيب for the last 2 hours، وما قاليش ان ال last 2 hours دول خلصوا، يعني ما جابليش جمله ان هي خلصت. طيب انت ليه علمت على ال3 دول صح؟ عشان دي has been والتصريف الثالث للفعل، وده في الباسيف يعني ده اللي حصل فيه الفعل، ده اكيد مش هيتذاكر، فخلاص كده الجمله دي غلط. ليه؟ عشان دي اكتف مش باسيف. طيب تعالى للي بعدها. has studied
ليه قلت has studied صح؟ عشان has والتصريف الثالث للفعل. طب was studying غلط ليه؟ عشان was studying ما ينفعش نستخدمها مع for the last 2 hours طالما ما فيش حاجه تدل على نهايه حدوث الفعل. The train hasn't arrived. We're still waiting. يبقى ده حاجة أنا متوقع إن هي هتحصل بعد قليل فنستخدم فيها كلمة yet. Mom, lunch. I can smell her delicious food. ده أثر موجود في المضارع يبقى has prepared. I 3 emails this morning. تكرار. I'll send 2 more. اوكي يبقى I send ولا had send ولا was send ولا have sent. I have sent. She has gone ولا has been to the fruit seller. The apples she has bought are tasty. ايه ده؟ التفاح اللي هي اشتريته ايه؟ tasty. اللي هي اشتريته ده وهو داقه يبقى هي راحت ورجعت ولا لسه هناك؟ اكيد هي راحت ورجعت عشان كده هو داق التفاح يبقى has been to. I have never played squash ولا I have ever played squash. طبعا ever مش هينفع تيجي في الجمله العاديه بالشكل ده. هقول لك تيجي ازاي. I don't even know its rules. ما اعرفش حتى القواعد بتاعتها تبقى I have never played. طيب تعالى بقى للنوتس دي مهمه جدا. خلي بالك من الاستخدامات دي. انا عندي كلمه just already recently lately yet. I have done the shopping already. شايف already جت فين؟ اخر الجمله المثبته. هي I have already done the shopping جت في اخر جت في نص الجمله المثبته قبل التصريف الثالث للفعل وبعد has وهاف. يبقى has وهاف والتصريف الثالث للفعل. اوكي وادي كلمه already والتصريف الثالث للفعل. يبقى كلمه already لها مكانين لحد دلوقتي، يا اما في اخر الجمله يا اما قبل التصريف الثالث للفعل، وليها مكان تاني في السؤال على فكره بس لما يكون ايه surprising question سؤال مفاجئ. يعني ايه؟ بيعمل لي surprise. اوكي طيب the manager had just left the office. has just left. just فين؟ جت زيها زي مكان مين؟ already. وهنا معناها ان هو لسه حالا مخلص. خلي بالك ان had just left هنا بنفس معنى كلمه ايه؟ he left a short time ago. We have visited some friendly lately or recently. جت في آخر الجملة. أحمد hasn't done his homework yet. أوكي يبقى yet جت في آخر الجملة المنفية. خلي بالك بقى من الحاجات اللي هتيجي بعد for بس ركز بالله عليك إن for الحاجات دي مش هينفع نقول ان هي تبع البريزنت بيرفكت الا لما يكون قبلها هاز وهاف والتصريف الثالث للفعل. يعني ايه؟ انا دلوقتي هقول فور ا مومنت لازم قبل فور كده اتاكد ان في ايه؟ هاز وهاف بلس الباست بارتيسيبل طالما الزمن لسه شغال معايا وما انتهاش. طبعا لو جاب لي جمله تاني تدل على ان الزمن انتهى نستخدم الماضي البسيط على طول. for a moment 3 minutes 6 months 2 centuries a short time as long as I can remember. خلي بالك من الجملة دي. اوكي a while half an hour 10 years ages the last. بس خلي بالك ان كلمة the last هنا مهمة جدا. كلمة the last لازم هيجي بعدها مدة. for the last week for the last month. اوكي عشان لو جاب لي كلمة ايه؟ the last meeting هنستخدم معاها since. 2 seconds 5 days a decade a long time أو كلمة long. طيب تعالى نشوف مثال. أنا عندي 14 years وما جابليش جملة تدل إن الحدث ده إيه؟ انتهى. خلاص I have had this mobile for 10 years. He's been here for 6 months وما قاليش إن الحدث خلص يبقى for 6 months. طيب احنا عندنا زمايلنا المحترمين بيقول لك ان لو في a او an او s خلاص نستخدم على طول كلمه for. يقصدوا طبعا ال a وفي an hour مش شايفها قدامي خلاص او الاس بتاعت البلورال اهي an خلاص والاس بتاعت البلورال لو لقيتهم بتستخدم كلمه for. الكلام ده للناس البصمجيه اللي بيحبوا يبصمجوا
خلاص، بس الكلام ده مش صح طول الوقت، لان انت شايف انا كلمه ذا لاست لو حطيت بعدها كلمه ثانيه هتختلف. اوكي، since هيجي بعدها بدايه حدوث الفعل. يعني 6 o'clock، انا مثلا ابتديت الحصه بتاعتي الساعه 6. I have studied English since ولا at 6 o'clock؟ هتبقى since 6 o'clock. اوكي، March yesterday his arrival her death أو birth Monday summer last month his departure etc. طبعا التاريخ كامل 2013 and then. خلي بالك ان كلمة since اكتب معايا كده ان كلمة since ينفع يجي بعدها الفيرب ing او يجي بعدها النون، ما عنديش مشكلة في الكلام ده خالص. خلاص، وكلمة since ليها قاعدة تانية هنقولها كمان شوية. I haven't eaten anything since I left أو have left home this morning. أوكي؟ يبقى since وبداية الحدث اللي هو الماضي البسيط I left home، وتنفع كمان في الاختيارات I have left. طيب، دي اللي كنا لسه بنقول عليها دلوقتي. She has been very busy since she had her second baby. بص رحت عملت ايه؟ She has been very busy since having، يبقى انا رحت عملت ايه؟ شلت she وشلت had، رجعت had لاصلها اللي هو كلمة have، وهاف حطينا لها ing فشلنا الاي بقت having، يبقى since having نحط بعدها الفيرب ing او النون. since ينفع تيجي بمعنى كلمة because he is tired since he has been working all the day، عشان ما تجيش تقول since ما تجيش بعدها present perfect عادي ما عنديش مشكلة. since ينفع لو جت بمعنى كلمة because. طيب تعال نشوف الجملة كده. هو تعبان ليه؟ because he has been working all the day. اوكي؟ طيب خلي بالك من الأسئلة دي. كلمة when ينفع يجي قبلها since when احط بعدها has و have والسبجكت والتصريف الثالث للفعل. since when have you lived in أسوان عمر؟ اوكي؟ هيرد عليها يقول لها since my birthday أو last birthday. for how long يبقى كلمة how long هتاخد for، كلمة when هتاخد since. خلي بالك إن كلمة how long ago بتاخد بعدها إيه؟ did. يبقى أنا عندي 3 صيغ للسؤال. since when، for how long ago. خلي بالك من كل واحدة فيهم. since when has و have، for how long has و have، how long ago بعدها did. طيب what's the difference between present perfect and past simple؟ They have lost their money. خلاص، خلي بالك انا هنا في البريزنت بيرفكت ليه استخدمت ده؟ امشي معايا كده واحده واحده. هل هو ذكر الميعاد اللي هم فلسوا فيه؟ لا. طيب هل معنى الجمله دي ان هم فلسوا ومش حاسين بحاجه؟ هنا في الجمله دي they have lost their money معناها ان هم عندهم bad feelings now، هم بقوا مفلسين وده مأثر على حياتهم. انما لما اجي اقول لك they lost their money هنا معناها ان هم ايه؟ خسروا فلوسهم والفلوس ايه؟ خلصت، وهنا اهتم بالحدث نفسه. يبقى هنا لما تهتم بالحدث نفسه تستخدم الماضي البسيط، لما تستخدم نتيجة الحدث هتقول ايه؟ البريزنت بيرفكت. طيب حدث بدأ من فترة قصيرة جدا he had just arrived لسه واصل حالا. خلاص، حدث تم وانتهى من فترة برضو معينة في الماضي he arrived 2 hours ago he arrived a short time ago. خلاص، ده تم وانتهى، ده حصل من فترة ايه؟ قصيرة. احتمال حدث يتغير I haven't met محمد صلاح yet، ان شاء الله هقابله. I didn't meet President سادات. خلاص، ده استحالة تقابل I didn't meet President سادات لان انا ولا اتولدت في عصره ولا شفته، انا كل اللي اعرفه عنه في التاريخ. I didn't meet President سادات and I can't meet him. اوكي؟ حدث تم في فترة معينة وما انتهاش. It hasn't rained this morning. اوكي؟ ده ما انتهاش لحد دلوقتي. حدث تم من فترة وانتهى It didn't rain this morning. ده انتهى وايه؟ ما مطرتش خالص. He has always been fit. خلاص؟ ده معناها ان ده حدث او عادة مستمرة. خلاص، مستمرة على حاله وما اتغيرش اصلا. he was always fit. he was always fit معنى كده ان العادة دي انتهت وخلصت، انتهت خالص. على فكرة في العادة
المستمرة بنستخدم البريزنت بيرفكت أو البريزنت سيمبل لو هي عادة بتكلم فيها في المضارع. He has traveled to America. حدث بدأ في زمن غير محدد في الماضي. He traveled to America yesterday. حدث محدد بوقت في الماضي. بمجرد ما تلاقي كلمة في الماضي يبقى ماضي بسيط. تعال نطبق على الكلام ده. He has arrived home. Let him relax for a few minutes before you talk to him. ريحه شوية، ده هو لسه واصل. في كلمة لسه just. He has ده حدث لسه حاصل من فترة قليلة. I have met some old friends. خلاص. Lately or recently الاثنين صح طبعا. B and C لسه مؤخرا. I haven't heard from her. كلمة ages آخرها S هتبقى 4 ages. I haven't heard from her last April هتبقى since last April. I've watched football matches. بص انا قلت لك من شويه خلي بالك من الجمله دي as long as I can remember هتبقى 4 عشان في بعض زمايلنا بيقولوا لو لقيت اي جمله كامله تحط زمن تحط كلمه since. طبعا اهو جمله كامله I can remember بس قبلها كلمه as long as فهنستخدم كلمه for مش since. I've watched football matches my childhood. طبعا ده بدايه الحدث يبقى نستخدم كلمه since. We haven't met since we مضارع تام. since ماضي بسيط هتبقى we moved. فين moved اهي. when ايه الكلمة اللي تيجي قبل when؟ since when. how long قبلها for how long. did و how long اروح حاطط how long ago. طيب تعالى بقى الاكسترا نوتس. اول حاجه لما اكون بتكلم على first experience معناها ايه؟ first experience خبره لاول مره بعملها ما عملتهاش قبل كده خالص ودربت ما بين الماضي والمضارع. انا اوريدي ما عملتش الحاجه دي وبعملها لاول مره فاستخدم التعبيرات دي اللي هي احمد has never visited Paris before now. يبقى never before معناها the first time for him to visit Paris. This is the first time أحمد has ever visited Paris. طبعا احنا عندنا التعبيرات دي this is the first time بنستخدم معاها ever في الجملة العادية أو superlative اللي هو the tallest the smallest. خلاص. ودايما كنا بنقول لو الصفة قبل بنحط ever بعد. لو الصفة أهو الصفة قبل بنحط ever في الجملة اللي بعدها. أوكي. إنما never بنحطها فين؟ قبل الصفة. يبقى الصفة بنحط بعدها ever بنحط قبلها never. Okay. This is the first time for كذا to كذا. This is the first time for أحمد to visit Paris. Okay. يبقى دي عبارة عن experience الأول مرة. This is أو ده اللي بقول لك عليه صيغة تفضيل superlative. This is the cleverest student I have ever seen ودي ever اهي محطوطة مع the cleverest. That's the most delicious food we have ever eaten. Okay. I have never seen such a clever student. We have never eaten such delicious food. اوكي هدي لك جمله كده واسيبك تفكر فيها تحل شويه. اقول لك find the mistake. I have never seen such a pretty good. فكر كده ايه المستيك اللي في الجمله دي واكتب في الكومنتس عندك ايه الاجابه بتاعتك. Subject plus have has never past participle a or an adjective is like. يعني I have never seen a clever student like this one, like Ahmed, like Muhammad, like this one. Okay, we have never eaten delicious food like this food or that food. Okay, I have never seen a student as clever as this one. كل دي صفات شايف never بعدها الصفة never بعدها الصفة never بعدها الصفة never بعدها الصفة. اوكي طب لو الصفة في الأول هنحط ever. I have never seen a student cleverer than this one. We have never eaten food more delicious than
that dish. خلي بالك من never و ever. طيب last experience زمزم hasn't gone out since Monday. اوكي زمزم last went، خلي بالك ادينا حطيت last رحت مستخدم الماضي البسيط كلمة went shopping on Monday. اوكي the last time زمزم went shopping was on Monday. دايما يقول لك بدل ما بين الثلاثة دول. أحمد hasn't met his grandmother since he was in أسيوط. طبعا since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. أحمد last met his grandmother when he was in أسيوط. أدي since he was in أسيوط when he was in أسيوط، الاثنين بعدهم ماضي بسيط. ده ماضي بسيط، ده مضارع تام. اوكي starting point or duration. اوكي محمد has lived in Aswan for 21 years. اوكي يبقى for بعدها period. since بعدها point in time معناها بداية حدوث الفعل. 2005 حطينا قبلها has lived عشان كلمة ايه؟ since. محمد started، بص خلي بالك started or began to infinitive or gerund. gerund اللي هو الverb ing. بعد كده بنحط period plus ago. محمد started to live in Aswan 21 years ago أو in 2004. الجملة دي كلها ماضي بسيط. أحولها إزاي present perfect؟ It's 21 years since محمد started to live. احفظ معايا بقى القاعدة اللي أنا أقولها لك دي. It's مدة since ماضي هتحل لك مشاكل كتيرة جدا. It's مدة since ماضي، It's مدة since ماضي. خلي بالك إن It's ممكن أخليها has been. أوكي طيب تعال اطلع معايا كده. She has never traveled abroad. has never هستخدم ago؟ لا. هستخدم now؟ لا. يبقى أنا عندي كلمة already وعندي كلمة before now. before now مش تنفع، تنفع عندي كلمة already. This is the first time. This is the first time I have، طالما ادي الصفة اهي ever ولا never؟ هتبقى شاطر ever. This is the first time for me. For me to have أو to see. احنا ما عندناش الفعل have، عندنا الفعل ايه؟ to see. أميرة is student I have ever. عندي ever ادور على ال EST the cleverest girl. I have never seen a student. بص هنا أميرة هيبقى إيه؟ as clever as، برافو، أو cleverer than، الاتنين صح. يبقى الإجابة عندي A and B. I have never seen a clever student such as أميرة أو like أميرة. هتبقى like أميرة. She spaced me at 5. She had just called me. She had just called me. She last called me. She never called. طيب at 5 وقت محدد. يبقى she ايه؟ She last called me. طب لو انا حطيت had just called ليه at 5؟ ملهاش لازمة. The last time she called me was at اهو. طب ليه حطيت was at هنا؟ عشان the last time. يبقى هنا في الجملة دي she last called. ليه؟ عشان وقت at 5. طب مش هتنفع ليه had just called عشان محدد لي وقت، فجاست هنا ما تنفعش تيجي مع وقت محدد. The last time she called me was at عشان بدأنا بكلمة the last time. يبقى last لو جت في النص اهي زي كده يجي بعدها الماضي البسيط. لو جت في الأول أحط قبلها the last وأروح حاطط بعدها الماضي البسيط وأروح حاطط كلمة was at أو were at على حسب أنا كاتب جمع ولا مفرد. She hasn't called me. I returned home. جملة في الماضي هنستخدم since. خلي بالك ماضي وده مضارع تام. مضارع تام وماضي يبقى هستخدم ايه؟ since. انما لو ماضي وماضي هستخدم when. طيب
نيجي بعد كده لزمن ال present perfect continuous. ايه هو ال present perfect continuous؟ خلي بالك ان ال present perfect continuous هو بالظبط ال present perfect في نفس كل استخداماته بكل حاجه. بس الفرق الوحيد بين ال present perfect continuous وبين ال present perfect ان ده بيركز على الديوريشن او بيركز على الوقت، انما التاني بيركز على الحدث والفعل. طيب اقدر استخدم الاثنين مكان بعض تبادليا عادي خالص. هتلاقيه كاتب لك هنا التكوين بتاعه I, we, they, you have been plus verb ing. has been verb ing. طيب خلي بالك بدأ في الماضي امتد لحد دلوقتي غالبا مع ايه؟ since of for. لاحظ ان المضارع التام يمكن ان يستخدم لنفس الغرض. تعال اقول لك تريك بقى مش موجود عندك هنا في الكتاب في الشرح ده. ايه هو؟ لو انا لقيت الاثنين present perfect و present perfect continuous وعندي كل الصلاحيات للاثنين، يعني ايه؟ الاجابتين صح 100%. الافضل the best answer is present perfect continuous. افضل اجابه هتكون ال present perfect continuous. بس بشرط انا دي بقول اهو لازم يكونوا الاثنين متكافئين في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني ما يكونش ستيت فيرب، ما يكونش فعل اللي هو ما يقبلش اي ان جي، ما يكونش فيه عدد او رقم اسال عليه بهاو ميني. الحاجات دي كلها تخليني استخدم البريزنت بيرفكت غصبا عني حتى لو هو ينفع البريزنت بيرفكت كونتينيوس. اوكي؟ فانا غصبا عني الحاجات دي تخليني استخدم البريزنت بيرفكت. ما ينفعش استخدم افعال لحظيه خالص، يبقى استخدم البريزنت بيرفكت افضل من البريزنت بيرفكت كونتينيوس. في الحالات دي لما يكون فعل ما يقبلش الاي ان جي، افعال لحظيه. الحاجه الثالثه اللي هي الافعال اللي ما بتاخدش عندي وقت او يكون فيها عدد نسال عليه بهاو ماني. ايمن and اشرف have been talking بتاخد وقت طويل for the last 2 hours. خلي بالك ان انا استخدمت for the last و since last. رضوى hasn't been working for that company for long. Has Mr. Muhammad been teaching at this school for a long time? What have the children been doing for the last few minutes? Okay, recently he has been feeling unwell. Sarah has been watching too much television lately. Hassan has been feeling a little worried about his job. Lisa hasn't been doing exercise. طيب she to the market. She will be here soon. يبقى هي رجعت ولا لسه هناك؟ هتبقى has gone. هو انا هعدي ده، خليك انت بقى تحله او نحله في سيشن تانية خلاص، وهناخد الفرق ما بين ال present perfect وال present perfect continuous. she's had هنا has had اختصار has هنا apostrophe s. she's had his meal so he is full. رقية has done the housework so she can watch TV now. يبقى المضارع التام البسيط عشان نستخدم عن حدث تم وله أثر أو نتيجة في المضارع اللي هو موجود دلوقتي. مضارع التام المستمر. I have been having my meal so there are plates, spoons and cups all over the table. خلاص هنا حدث أخذ وقت طويل وليه أثر في المضارع. أوكي؟ خلي بالك هنا الحدث انتهى، هنا الحدث لسه مستمر معايا. على فكرة ينفع نستخدم دي هنا، ما عنديش مشكلة. wake up ندى. you have been sleeping for 10 hours. you have been sleeping for 10 hours. wake up اهو ده زي ما بتقول كده بنبهك لحاجة انت مستمرة، انت نايمة بقالك 10 ساعات ولسه نايمة لحد دلوقتي. خلاص يبقى ده بيركز على استمرارية الحدث لمدة طويلة أو مدة معينة. خلي بالك مع كلمة 2 أو 3 أو أي عدد اللي هو بنسأل عليه بهاو ميني، بنسأل عليه بكلمة إيه؟ هاو ميني. كلمة ميني، كلمة a few several lot of lots of all plenty of، أي حاجة من الحاجات دي ما ينفعش نستخدم فيها ال present perfect continuous. He has been drinking 3 cups of tea this evening. خلي بالك شايف 3 cups of tea دي أسأل عليها بكلمة إيه؟ how many. يبقى بمجرد ما سألت بكلمة how many ورديت بعدد ما أقدرش أستخدم الصيغة دي خالص، الصيغة دي تبقى غلط. الصيغة الصح he has drunk 3 cups of tea this evening. أوكي؟ طيب he has been drinking at least a liter of tea this evening. إيه ده؟ liter of بنسأل عليها how many أو how much. يبقى سألت بكلمة إيه؟ how many أو how
much رديت الإجابة دي، يبقى الإجابة بتاعتي الزمن ده ما ينفعش يبقى مستمر، ما ينفعش has been drinking. He has drunk at least a liter of tea this evening. غصبا عني استخدمت present perfect، أفضل في الحالة دي من ال present perfect continuous. أوكي؟ طيب عندي I have been meeting many customers، فما تنفعش عشان كلمة many. طيب مع الافعال اللي ما تقبلش اي ان جي او الافعال اللحظيه، خلاص خلي بالك المضارع التام المستمر ما يستخدمش مع الافعال اللحظيه. يعني فعل لحظي يعني ما بياخدش وقت اصلا، زي كلمه بريك، زي كلمه كراش، زي كلمه باس، زي كلمه كيك. الحاجات دي كلها ما بتاخدش استمراريه، دي افعال لحظيه تك خلصت. اوكي. A fast car has been crashing into a rock by the road. طبعا اجابه غلط خالص مع ان التكوين صح، بس الفعل كراش ما بياخدش وقت. خلاص. Fast car has crashed into rock by the road. We have been owning. طبعا كلمة own اللي هو يملك من الأفعال اللي ما ينفعش تاخد ing من الستيت verbs. خلاص. We have owned. She has been knowing. فعل know ما ينفعش ياخد ing لأن هو من الستيت verb، من الأفعال اللي ما تقبلش ing. طيب هنحل بسرعة الثلاث أو أربع أسئلة من هنا عشان خاطر نتدرب عليهم. I space Oliver Twist all the day أو all day. طبعا أنا أول ما أشوف كلمة all present perfect continuous وأنا مغمض، طالما ما هواش فعل لحظي، طالما هو ما هواش من الأفعال اللي ما تقبلش ال ing، زي أفعال الإدراك، زي أفعال الحس، زي الأفعال اللي هي العقلية اللي هي المنتال، خلاص، زي أفعال الملكية. الأفعال دي كلها ما ينفعش تاخد ال ing. خلاص. طيب الفعل اللي عندي كلمة read يقبل الاستمرارية، يقبل الاستمرارية، يبقى I have been reading. طيب ولا have read اهو. هنا الفعل خلص ولا ما خلص؟ بيقول لك انا لسه في الشابتر 2، يبقى have read هنا ايه؟ غلط. انا قلت لك طالما اتوجد present perfect continuous present perfect واتطبق الشروط كلها على الفعل ده، استخدم have been reading وانت مغمض. Your clothes are really dirty. What have you been doing? What have you been doing? كنت بتعمل ايه؟ الاثر لسه موجود. My father space traveled abroad. He prefers to spend his time sitting calmly in his village. Okay? يبقى he has never traveled abroad. واحد ما سافرش خالص. My father has never traveled abroad. He prefers to spend his time sitting calmly in his village. يبقى has never traveled abroad. Okay? Okay, since بادئ بيها الجملة since the beginning of the Russian-Ukrainian war the world economy هتبقى has greatly affected ولا has been greatly affected؟ هنا الايكونومي الورلد ايكونومي الاقتصاد العالمي أثر ولا اتأثر؟ هتبقى هو اللي حصل فيه الفعل التأثير، هتبقى has been greatly affected. اوكي. طبعا عندي جزء هنا اللي هو الري رايت عايزين نتدرب عليه. check your understand. اوكي. هنا بيقول لي ياسر started painting at 10 a.m. now it's 4 p.m. he's still painting now. استخدم كلمة 4. هتبقى الجملة ايه؟ هو بدأ الساعة 10 والساعة دلوقتي كام؟ 4. بدأ 10 الصبح والساعة دلوقتي 4، يعني بقاله كام ساعة؟ بقاله احسب معايا، تبقى 6 hours. هنحط قبلها 4. خلي بالك ان هو بدأ ولسه ما خلصش، الفعل لسه لحد دلوقتي شغال. هتبقى ياسر has been painting يبقى انا شلت كلمه started وحطيت مكانها has been و painting زي ما هي. رودينا last saw her cousin 2 weeks ago. استخدم hasn't. طيب انا كده هحول من زمن الماضي البسيط لزمن المضارع التام، يبقى رودينا hasn't seen her cousins. ما ينفعش احط ago، هخليها for 2 weeks. تعالى يا برنس ادربك على حاجه مش موجوده هنا. رودينا hasn't seen
her cousin for 2 weeks. اوكي، لو انا حطيت كلمه ago يعني خليت كلمه ago زي ما هي، هستخدم since مش ago. هتبقى since 2 weeks ago او for 2 weeks. اوكي كده دي الطريقه بتاعت ال present perfect. خلاص دي a bit advanced، اسيبك تفكر فيها شويه، اقول لك الفكره بس. رضوان is still trying to fix the car he started 2 hours ago. استخدم its مده since ماضي، افتكر اللي انا بقوله في الحصه وارجع بص عليها. I have known Mr. Ashraf for a long time. استخدم since its مده since ماضي عشان دي مده غير معلومه، ما اعرفش المده بتاعتي ايه. فاطمه is still doing homework، يبقى she hasn't finished it. انا جاوبتها. The manager isn't in the office. استخدم كلمة has. خلاص يبقى has ايه؟ has gone ولا has been؟ I'm still waiting for your reply. استخدم haven't. خلاص أنا I am still waiting، يبقى I. براحتك بقى، فكر أنت براحتك. أوكي زينة started looking for her keys 10 minutes ago and she's still looking. استخدم hasn't. خلي بالك لو قلت hasn't looked هتبقى mistake، الأفضل هتبقى hasn't been looking. وهنا نهاية رحلتنا لل present perfect وأول يونت. أنا حاولت على قد ما أقدر أشرح لك كل البوينتس. خلاص الدور عليك يا بطل، ابتدي اشتغل وحل. معاك ملزمة، معاك كتاب، معاك أي حاجة، اشتغل وحل. ولو في اي نوت اي سؤال وقف قدامك ومش موجود في النوتس دي، ابعتهولي في كومنت صغير وانا ان شاء الله هتواصل معاك وارد عليك فيه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه اللي جايه، وهنقول لكم جدول مواعيد الحصص هتنزل امتى بالظبط.